اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك المحتوى. لو انت مشترك على الانستجرام فهتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. فيلا بينا نبدا. يلا بينا. في حاجه غلط وغلط قوي كمان، بقينا بنصحى على عناوين اكل وكانها عناوين عاديه. انفجار في كذا، عدد ضحايا كذا، جثث في الشارع، طفل مات في حضن امه. ونعمل ايه؟ نقلب لتحت نشوف الكوميكس اللي بعد الخبر ده ايه، نضحك شويه وبعدين نرجع لحياتنا الطبيعيه كأن مفيش حاجه حصلت. بس هو فعلا مفيش حاجه حصلت، ولا احنا اللي بقينا ميتين واحنا عايشين؟ عارف يعني ايه تشوف روح بني ادم بتتسحب قدامك؟ عارف يعني ايه تشوف طفل شايف امه بتصرخ قدامه وهو مش فاهم ليه؟ عارف يعني ايه بيت يتحول لتراب في ثانيه؟ لا احنا مش عارفين، بس بنتفرج من بعيد قوي. ولقيتها وقفت لحد كده. ومش بس كده، ده في مننا بيشارك في الدم ده. بيشارك في الدم ازاي؟ هقول لك بيشارك بالدم ده بالكومنت او بالضحك والهزار والميمز على الحاجه اللي بتحصل، على الارواح اللي بتظهر. في جريمه حوالينا بتحصل كل يوم، والجريمه دي مش مجرد جريمه سلاح، لا دي جريمه ضمير. اللي بيشوف الموت ويسكت، اللي بيشوف الظلم ويبرره، اللي بيبرر القتل على اصل دول مش مننا، ملناش دعوه بيهم، القضيه مش بتاعتنا. او بس اسكت يا عم، ده هم يستاهلوا. ده مشارك في الجريمه حتى لو باعجاب. انت متخيل ان في خناقات بتحصل بين الناس على مين الضحيه ومين الجاني وما بيزعلوش؟ حلو، ما بيهتموش اصلا ان في شخص مات. بقينا نحكم على الناس من دينهم، شكلهم، اصلهم، فصلهم وغيره. بقينا بنحسب الالم بالهويه مش بالانسانيه. احنا عايشين وسط موجه من الكره، بس الكره ده بيلبس وش الوطنيه، وش الدفاع عن الدين، وش الدفاع عن الحق. بس هو في الاخر هو كره راح جه كره. خلينا عارفين ان الكره عمره ما جاب حق. الكره معروفه بيولد كره، فالكره بيولد كره تاني، قتل تاني، قبر بيتفتح للمره التانيه. الناس اللي بتشوف مشاهد القتل وتقول ده يستاهل، بتفكروا كده انكم بتكسبوا؟ بتفكروا ان الدم هيخليكم تحسوا بالامان ولا حتى بالكرامه؟ ده احساس كذاب. الدم عمره ما كان بيعالج دم، ده بيفتح جروح جديده. في ام بتبكي كل يوم على اللي راح منها، في اب بيحاول يلم باقي ولاده من تحت الركام، في طفل عنده 6 سنين بيسأل وبيقول هو انا هعيش لبكره ولا لا؟ واحنا هنا بنحلل، بنهاجم، بندافع، بنتكلم وبس. فين الناس اللي قلبها وجعها؟ فين الناس اللي كانت بتقول كفايه؟ فين الناس اللي كانت بتقول كل الارواح مقدسه وبريئه؟ فين اللي كانوا بيقولوا مهما كانت جنسيتك ديانتك ما ينفعش انت تموت كده؟ احنا بقينا بنبرر كل حاجه، بس نسينا ان الانسانيه مش محتاجه مبررات، الرحمه مش محتاجه خلفيه سياسيه، والضمير مش بيتجزأ. اسال نفسك كده، هو اللي مات ده لو كان اخوك، ولو اللي اتهد ده كان بيتك، كنت هتقول برضه يستاهل؟ ولا كنت هتصرخ وتقول فين العالم؟ العالم لسه هنا بس نايم متبلد. وعلى فكره انت ممكن تكون واحد من الناس اللي هتنبه الضمير ده، برضه ممكن تكون هتفضل من الناس الساكته اللي على فكره السكوت بيقتل اكتر من الرصاص. خليش قلبك يموت ولا ضميرك ينام، وتبقاش جزء من الدم ولو بكلمه. من الاخر خليك انسان. بس كده، دي نهايه حلقتنا النهارده. معاك المحتوى، ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل الجرس. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.